السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. بصوا بقى، الجو برد جدا والجو برد قوي بصراحة، فاحنا ايه هنعمل بقى حمص الشام. حمص الشام ده بقى يعني الواحد كده يقوم يشيل البطانية ويقوم بقى ايه يعمل شوية حمص شام كده يدفونا ان شاء الله. بصوا بقى، انا الحمص ده جايباه من امبارح، وطبعا نقعته في المية ديت. بصوا بقى، انا نقعته اهو من امبارح. نقعاه، بصوا الميه بتاعته نضيفه، وبصوا نضيفه ازاي. وطبعا نقعاه في ميه من الحنفيه، محدش يا جماعه ينقعه في ميه سخنه، علشان لو نقعتوه في ميه سخنه هتلاقوا كل القشره بتاعته دي طلعت على فوق. ما تنقعوش في ميه سخنه، ميه ساقعه عادي جدا جدا من الحنفيه. وانا بقى بسخن ميه واصفي الميه. يلا بقى ناخده نسلقه ونشوف نكمل بقيه الطريقه هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى، انا بس سخنت الميه طبعا اهي. اخده بقى كده انزله في قلب الميه يتسلق زي ما قلت يا جماعه، ما حدش ينقعه في ميه سخنه، القشره كلها هتطلع لفوق. يلا نسمي الله كده بقى ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسلقه بقى في الميه دي كده. طبعا لو في ريم او كده، لو ما الريم يطلع لازم نشيل كل الريم اللي على الوش ده، ولسه طبعا الريم ما طلعش. بس انا هسلقه وهستنى بقى طبعا لما الريم يطلع هاخد كل الريم، وان شاء الله بعد السلق نشوف بقيه الخطوات. بصوا بقى يا حبايبي، احنا طبعا سايبينه بيغلي طبعا على النار. بنسلقه، نجيب بقى الخلاط ونعمل بقى الخلطه الحلوه الجميله بتاعتنا دي، اللي هتبقى بالظبط كده حمص الشام زي العربيات اللي على الكورنيش. المكونات بصوا بقى: طماطم طبعا، كام فص توم كده حلوين، طبعا بيخلوا طعم حلو جدا طبعا، والليمون. المفروض ليمون اكتر من كده بكتير، بس انا هعصر ليمونتين بس وانا بسلقه، واللي حابب بقى يحط ليمون اكتر يحط. نقطع بقى الطماطم دي كده كلها ونحطها في الخلاط. بس طبعا الثوم انا مش هضربه في الخلاط. الثوم انا هكسره كده شويه عشان يدي طعم اهو. احط بقى الطماطم في الخلاط واضربها، ونيجي مع بعض نحط الخلطه الحلوه الجميله دي بقى على حمص الشام بتاعنا. بصوا بقى، الميه كده اهي غليت طبعا كده، يعتبر والسلق بتاعه يعني حلو. لازم يكون طبعا مستوي دايب كده عشان يدي طعم حلو. بصوا بقى، انا ضربت في الخلاط اهو الطماطم، وهنزل بيها بقى كده في الخلطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بصوا مع حته الثوم الحلوه برضو اهي. حته الثوم ضربناها اهي. بصوا طبعا لسه الطماطم هتغلي وهتهبط شويه طبعا. والليمون الحلو طبعا بتاعنا. طبعا اللي عايز يزود ليمون يزود بقى في الكوبايات، يعني وهو بيشرب يعني. هنزل كده، وممكن ارمي برضو فص الليمون كده فيه برضو عشان يكتر المزازه، مش هيمرر يعني، ما تخافوش يا جماعه. اهو رميت الليمون فيه، وطبعا حبه شطه حلوين. الشطه لازم بقى عشان يدفي كده ويبقى حلو. بصوا الشطه عامله ازاي. ونقلب بقى ونسيب المكونات تدخل في بعضها، ونعبيه بقى ونشوف هيبقى عامل ازاي. احلى حاجه واحلى تدفئه للشتاء. دي الخلطه الحلوه الجميله اللي بالظبط كده زي العربيات اللي هي بتاعت الشارع، اللي احنا كلنا بنحبه وبنعشقه من الشارع. ايه رايكم بقى؟ بصوا، احلى كوبايه حمص اهي، طبعا سخن نار، حلو جدا جدا. بصوا عامل ازاي. طبعا الشطه والليمون، وطبعا عندنا كمان
الشفاطات ديت اهي، بصوا اهو. واحنا قاعدين في البيت جبنا الكورنيش لحد البيت، بدل ما ننزل على الكورنيش في التلج ده، عملنا احلى شويه حمص الشام في البيت اهم يدفوا. بصوا، بسم الله. روعه 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 طبعا بقى، وحامي وايه، تحفه تحفه. بصوا، جربوه بقى كده ويا رب يعجبكم ان شاء الله. طريقه سهله وبسيطه ومن الحاجات اللي بتدفي الحلوه الجميله. طبعا احلى سهره بقى وانتوا قاعدين بالليل عندك ضيوف كده، تجيبي شويه حمص وتقومي تعمليهم ان شاء الله بقى، يا رب يعجبكم. وانا قناه يوميات اسماء في المطبخ، يا ريت بقى الناس الجديده اللي بتدخل عندي تسيب كومنت حلو كده وتعمل لايك وتشترك في الصفحه عشان ان شاء الله ينزل لها كل جديد. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.